السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم واحد البريوش اللي كيجي رائع بزاف، لا منظر ولا مذاق، ومقطن وغزال. راه نتوما كيجي خفيف وزوين صراحه، المنظر ديالو مختلف. هانتوما كيف كيجي محمر ومذهب، والمقادير ديالو راه ساهلين بزاف، متناول الجميع. هاد المقادير يمكن لكم تصيبوا بهم اشكال مختلفه. انا هنا درت جوج ديال الاشكال. هنا عجينه بقات ليا اللي فيها بودره ديال الكاكاو، شكلتها على شكل كريسات صغار. وبالنسبه للعجينه الاخرى اللي درتها عاديه وخلطتها مع العجينه الكحله عطاتنا هذا الشكل. جربوهم راه كيجيو رائعين. غنخليكم مع مقادير وطريقه ديال التحضير، وتبعوا معايا جيدا جميع المراحل اللي درت باش تخرج لكم نتيجه رائعه كما في الصوره. غنحتاجو بالنسبه للمقادير 500 غرام من دقيق الفورس، نصف كيس من خميره كيميائيه، ملعقه كبيره من خميره العجين، وملعقه صغيره من الملح. بالنسبه للسكر سنيده ديروا 3 معالق حتى 4 معالق كبارين من السكر سنيده. نحتاجو ايضا 2 بيضات، ملعقه مملوءه جدا من الزبده، اولا ديروا 2 معالق ما عمرينش. ضيفوا ايضا كيس من سكر فاني اولا كيس من الزهر، ضروريه باش تضيفوا نكهه لدوك البغيوش ديالكم. ديروا ايضا 3 ملاعق من الزيت وكميه من الماء، كاس وربع تقريبا كاس العنبه، وقطرات من الخل. في الاناء اللي غنعجن فيه غنوضع الدقيق، نزيد عليه الخميره، العجين والملحه والسنيده والسكر الفاني اولا نكهه ديال الزهر اللي متوفر عندكم. خلطوهم شويه نواشف مع بعضهم. كنضيف عليهم 3 ملاعق من الزيت وقليل من الخميره الكيميائيه، تقريبا نصف كيس. بغيتو تضاعفوا المقادير يمكن لكم تدوبلوا المقادير اللي درت انا. كنضيف البيض، 2 بيضات، نضيفو قطرات من الخل ايضا، والزبده نخليوها حتى تبدا تعجن لنا العجينه، نضيفوها في الاخير. تقدروا تعجنوها بيديكم ايضا بطبيعه الحال. نبداو نزيدو في الماء تدريجيا حتى تولي لنا هشه، تقريبا كأس ونصف من الماء. عجن ليا العجينه حتى ولات ليا مرخوفه شويه. دابا نضيف عليها ديك الزبده. هاد الزبده هي اللي كتعطي ديك الطراوه للعجينه ديالنا، هي اللي كتخلي ايضا داك البريوش يجي قطني من الداخل. العجينه من بعد ما تعجنات لينا وطلقات لينا نتوما كيفاش كتجي مرخوفه مزيان. دابا غنقسموها تقريبا ماشي على جوج، ولكن الجزء الاكبر هو اللي نخليوه بيض، والجزء الاصغر غنديروه بالشوكولاط بودغ. حيت هنا العجين عندي راه غادي نديرو بجوج ديال الالوان، الابيض اللي هو طبيعي والاخر غنديروه بالشوكولاط بودغ. هانتوما دابا هادي هي العجينه، ناخذ بحال هكا. هنا هانتوما النصف الابيض راه كبر من اللي غندير فيه بودره الشوكولاط، غنحطو هنايا. الاخر غنرجعو للبول ديال العجانه حتى يخمر فيه مزيان، ومن بعد نجبدو. هذا نديريه هو البودره ديال الكاكاو، نديرو فتحه في الوسط بحال هكا، نديرو بودره ديال الشوكولاط، ندير واحد القطيره ديال الماء بحال هكا تشيشه، غندخلو بحال هكا بالاصابع ديالنا. ها هي تقريبا انتجت لينا. غتبقاو دلكو حتى كينسجموا دوك العناصر مزيان ديال الشوكولاط والعجينه. الا خاصاتكم الماء تقدروا تزيدوا واحد قطيرات ديال الماء، حيت بودره الشوكولاط كينشف لينا العجينه شويه. انا هنا غنديرها في البول، غندير ليها السلوفان باش تخمر على خاطرها. العجينه ديالتي من بعد ما خمرات خليتها حتى استراحت على خاطرها وخمرات. هانتوما
هذه عجينه بيضه حتى هي. العجينه كامله ديال الكحله البيضه كلهم نديرهم على شكل كريات صغار على هذا الشكل. حاولوا ما نديرهمش كبار بزاف. من بعد ما كملت دوك الكويرات ديال العجين اللي درتهم على هذا الشكل، درتهم صغارين. دابا غنمشي باش نشد العجينه اللي درت فيها الكاكاو، غندير فيها كرات صغار من هادو حتى غنديرهم وسط من هادو، نديرهم بحال هكا، نحطهم في الوسط، نديرهم بحال هكا ونحطهم حتى نوجد دوك الكرات الصغارين كاملين. بعد ما درتهم كاملين على شكل دوائر، غناخد ديك الدائره اللي درتها في اليد الاولى ونضغطو بحال هكا في الوسط، غنحطو وسط منها هذيك اللي درنا بالكاكاو، العجينه اللي درنا بالكاكاو، وغنجمعوا الجوانب جيدا بحال هكا، وغادي نحطوها على جنب. كاملين غندير لهم نفس الشيء، كندير لهم بحال هكا من الوسط، كنحطو فيهم ديك العجينه اللي درنا لها الكاكاو اللي هي نفس العجينه اللي عجنا بها، وكنجمعوهم بحال هكا. من بعد ما عمرت كاع دوك الكرات ديال دوك الكريسات ديالنا، درت فيهم العجينه في الوسط كيف ما وريتكم. ناخذ مدلك هو اللي غنبدا نصايب به دوك الكريات ديالنا. انا غنوريكم كيفاش غندير ليهم هاد ليسباس فاش غنخدم. دابا غنشدو وحده، ها هي كيف كتشوفوا، غنجيبو الجهه اللي كاينه لتحت هي اللي غنبدا ندلك فيها على هذا الشكل. دابا هنا بالنسبه للوسط تقدروا ديروها سامبل، ما ديروا فيها حتى شي حاجه، غير ديروا ليها تحطوها. تقدروا تعمروها بكريم باتيسير اولا ديروا لها اي حاجه بغيتو ديروا في الوسط. انا هنا غندير بحال هكا، بحال هكا، وغنجيب هذا الراس نجمعو هنا. من بعد ما حطيتهم فوق اللاطه، دابا غناخد سكين يكون حاد، كندير بحال هكا، ندير خطوط في وسط العجين. كنخليهم يخمروا المره الثانيه. هنا المره الثانيه راه كيخمروا دغيا، ومن بعد كندهنوهم بالبيض وندردروا عليهم الزنجلان. من بعد ما خمروا لينا هانتوما راه انتفخوا. دابا غندير لهم صفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل، غندهنوهم من الفوق. انا هنا حطيت الفران يسخن ليا، ومن عندكم الفران العادي خليوه حتى يسخن مزيان. هنا حتى بالنسبه اللي بغيتوهم يخمروا لكم دغيا، شعلوا على الفران وطفيوه وحطوهم يخمروا لكم نوبه ثانيه، راه كيوجدوا دغيا. ومن بعد كدهنوهم بالبيض وكتزوقوهم باش ما بغيتو. انا هنا غندير لهم الزنجلان، ومن بعد تدخلوهم يطيبوا. ملي يتنفخوا مزيان يتحمروا لكم من الفوق، ونخرجوهم نشوفوا النتيجه النهائيه. دابا غندير عليهم الزنجلان من الفوق. انا هنا درت الزنجلان ابيض. هاد المساله ديال الزنجان غير اختياريه، تقدروا ما ديروش الا ما بغيتوش، هما بوحديتهم مدهونين راه كيعطيو شكل خاص ورائعين. انا ملي دهنوهم وبغيتو تزوقوهم من فوق الزنجلان راه نيشان، حتى البيض باقي ما نشاش فوق داك البغيوش.
بالنسبه للعجينه، هنا شاط ليا ديك العجينه اللي درت ليها بودره ديال الكاكاو، خليتها تخمرات شويه ومن بعد شكلتها على شكل دوائر، حتى هي غادي نخدموا بها. نشكلوها على شكل دوائر كيف ما قلنا، وكندهنوها بالبيض. من بعد ما كتخمر لينا النوبه الثانيه، وكنديروا ليها شويه ديال الزنجلان من الفوق، وكنحطوها حتى هي طيب. راه هي كتعطي شكل ومنظر رائع. تقدروا ديروا داك العجين ديالكم على جوج، ديروا هذا الشكل وديروا الشكل الاول اللي سبق لي وريتكم. بعد ما انتفخوا لينا، دهناهم بالبيض، نخلط صفه البيض مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل. كندهنهم من الفوق، كنديروا عليهم شويه ديال الزنجلان الابيض. هنا كيف قلت لكم، هاد العجينه راه غير شاط ليا من داك البريوش اللي صيبت من قبل. هاد العجينه اللي درت بالبودره ديال الكاكاو بقات ليا، ودرتها على شكل بريوش مدور بحال هكا، راه حتى هي غتجي رائعه بزاف. يعني تقدروا حتى هاد الشكل تضيفوه من ضمن الاشكال اللي صيبنا من قبل. بريوش من بعد ما كنخرجوهم من الفرن، هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو. لا منظر ولا مذاق، الصراحه راه كيجيو غزالين. انا كيف قلت لكم، نتوما تنسموهم بنسمه ديال الزهر اولا نسمه ديال الفاني اولا ديال الليمون، راه الاختيار كيبقى لكم. راه كيجيو قطنيين ومفشفشين صراحه، ومنظر مختلف وغزال. هنا بالنسبه لدوك الخطوط، هانتوما كيف كيجيو، راه واضحين، راه كيجيو غزال بزاف. راه شي على طراوه فيهم. هانتوما كيفاش كيجيو مفشفشين. انا غادي نوريكم وحده نقسمها معكم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، راه كيجيو رطبين وهشاش. هانتوما بالنسبه ديك العجينه اللي بقات لينا اللي فيها البودره ديال الكاكاو، هانتوما ها هي من بعد ما خرجناها من الفرن. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه بزاف صراحه. حتى هي المنظر ديالها كيجي جميل بزاف. يعني الا درتوها جوج ديال الاشكال بجوجهم كيعطيو صراحه منظر رائع، وحتى المذاق رائع، خصوصا الا نسمتوهم كيحمقوا غزالين، وتا المنظر ديالهم راه رائع. نتمنى تجربوهم. انا متاكده غينالوا الاعجاب ديالكم، وتبعوا الفيديو مزيان باش ديروا ادق التفاصيل اللي درت باش ينجحوا معكم ويعطيكم نتيجه رائعه كيف ما كتشوفوا. حتى هي طيبه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.